طبعا في البداية نعلن التضامن الكامل مع هذه الأسرة المنكوبة المظلومة في عدن، ونأيد الزامكي ووليد الإدريسي، ونعلن التضامن معهم في أي وقت. أبناء البريقة تحتاجون في أي وقت، جاهزين وحاضرين بالعتة والعتاد. والله ما نسكت على باطل، والله ما نسكت على باطل. لابد توصل لمراحل انه بننتهكك وبننتهك عرضك وبنجي لعندك وبنسحبك وبنروح بنجي نسحبك كذا وانت مش راضي. والله نموت كامل احسن، والله الذي ما عاد في رجال بالبلاد. انا حلوش من حلقه مسلحين خاف الله حرام وطلاق من زوجتي. انتوا من؟ اقول بيسحبونا اخوان مازن. خاف الله ورب العرش شو الفيديو ولا شو الفيديو؟ شو الاخر الفيديو؟ اسمع مازن غلط، استفز البنات استفزاز واستفز امهم، استفز عمهم زوج امهم. كيف الكلام اخي؟ مو تنهد يا اخي. وكان ساكن الرجال يقول له ما بخرجكش الا لما تجيب لي واحده بالبرد. يا وليد صلى الله عليه وسلم لما انتقلنا انا وانت من اربع حنص 28 يوم تدري مشان ايش كله؟ ايوه مشان نقدم له البنات على طبق من ذهب. هذا هو الواقع الصدق. لكن احنا بنتفرج على الرجال سحبه وكذا ونحن جالسين نتفرج. لا هكذا نقول الرجال احتزم، والله ان معك رجال، والله عدن كله بتنكب معك، عدن كله خارج، وعسى ما نعمل نوبات عند البيت. اطمن والامور طيبه، لا تهم ولا شيء. انت صاحب حق، صاحب الحق ما يخاف. هذه حاجه. الحاجه الثاني، الغلط الاول بالاخير لا تقول لي مازن، ولا الغلط بالاول والاخير من الدوله. كيف لما يكون عامله مزق للتخصصات؟ يعني انا مواطن امشي بالشارع يجي لي واحد لابس حزام امني يقول لي فين اوراقه فين الليسن. المفروض انا اقول له ما لك دخل يا اخي، ايش لك مني؟ في بلاغ علي؟ لو في بلاغ من حقه يسالنا. ما فيش بلاغ الله معك، هذا اختصاص المرور، هذا هو الطبيعي. ثاني حاجه، قانونا ممنوع اي عسكري يفتش سيارتك، لان تعتبر من كان بيت، الا بامر نيابه يفتش سيارتك. عندنا لا. طيب لما انا اصبح بالله، انا الان اشوف واحد، هذه قصة انه روح شيل الصرفة منهم النفرين هذون. اصبحنا ابناء عدن كذا مصدر رزق بس لهم، مش داري هذول النفرين ايش يعانوا، ايش معاهم يصير. كهرباء ما فيش، حالتهم حالة. باي حق يجي يسحبنا حزام امني؟ فين قائد الحزام الامني يقول دي السيارات دي حق مين؟ نحن مش مرور هنا، ولا قسم جنائي ولا كذا. شفت انا الوضع تمام معي، انا اقتربت المرور ومشى معي الوضع في رزق عادي. الدولة مفروض تعطي لكل جانب اختصاصه. النقاط هذه، الحزام هذا مالوش دخل يجي يسألنا ايش مخالفة معك. ايش لك يا اخي مخالفة؟ سجل بالمرور يا رجال. المرور حتى مش لازم يوقفك، اعمل مخالفة وانتهى الموضوع، بعدين تتحاسبوا. بأي حق تجي تشيل لنا؟ دي خطف. ايش اللي يخلي المواطنين يروحوا يشتكوا لذي الجهات؟ اللعب حق النيابات، لعب النيابات والمحاكم واللوك. سألونا أنا قضيات جلس 5 سنوات، أقول لك جيب لك واحد يخسر حياتي، ويجي ذا ما يكحل عماها. اهتمام بالجانب القضائي، والله المفروض يعملوا هيكلة كامل، غربلة كامل. بس أنا داري الشرعية راقد يا رجال. الرجال وصل إنه يهددهم لا داخل البيت، الشي يسحب الأخوان قدهم مسلحين والشي يسحبهم بالغصب، والشرعية راقد. بالله بتهتم بتسمع كلامي على المرور زي الحاجات البسيطة؟ ما صلحوش مشكلة، بيصلحوا وضع. هذه حاجة. ثاني حاجة، اللي يقول لك رضا انت حامي على الانتقالي، انت بلاش اقول لك بالتعليقات يا اخي. لا الان شوف، الان بنوجه البوصلة حول الحوثي، بنوجه بوصلتنا حول. طيب انا اوجه بوصلتنا حول الحوثي وانت توجه سروالك عندنا، ما يصلحش. ولو هدرت انت عدو الجنوب، طيب ايش اسوي؟ لا مش وقت كذا. ايش وقت ايش الان؟
وما عرفناش متى الوقت حقكم. الوقت من زمان والوقت مش مناسب. الآن 10 سنوات حتى بالفضائح مش وقت مناسب. يعني أعطيكم مثال عشان ما تقولوا أنا كذاب، عشان ما تقولوش ليش أبناء عدن يهاجمون وإحنا ليش. مثال، كم قضايا الآن استوت بذي الفترة؟ 4 أو 5 القعافي الخمس هذون أبطالهم بالانتقالي، أبطالهم اللي سووا المشكلة. هل امتسكوا؟ واحد امتسك منهم، حمص عدني، شريك بس، شريك اللي قبل القهال، بس هو اللي قبل القهال. مسكوه ضربوه، دكموه، كسروا له سنونه، قطعوا له ثيابه، صوروه ينضرب، وقدروا الآن بالسجن مقدول. ليش؟ عدني. طب وصاحب الفعله مخزن الآن مدري فين، الأمور طيبة. اليتيمة اللي اغصبوها مسجونة، وتقولوا لي عنصرية. سألكم بالله، يعني متعنصرين. انتم عصركم الله يعصركم عصر يا رب. زامكين ادريسين، اقسم بالله جاهزين، والله جاهزين. وقولوا العائلة هذه ترفع راسي، اقسم بالله كنا احنا معه. كذا عنصرية كنا احنا معه. خلي طقم قرب عند البيت هناك، والله نعمل زامات، والله زامات. يقول لك ما ادري ايش يا اخي، انت هبوا لي واحد منكم امتسك. تفلقوا فوق القانون، تفلقوا شرعية راقد. بس عرفت تخرج بحضرموت بس، وبعدين ما عارف، مش داري ايش اسوي، قاعد اتفرج. لا فين بينتهي هذا الفيلم؟ بنهايته كارثة بتقع، لو ما تتدخلش كارثة بتقع بالنهاية. I am ready. ونشي التعيينات العسكرية من أبناء عدن. لا تجيبليش واحد من خلف الذين طهسوا. معسكر في عدن يمسكوا واحد من عدن. هذا اللي بيبردش على هلو، بيبردش على هذه الحاجات اللي تستوي. مش تروحوا تقولوا لي احنا من مغترب من السعودية، مغترب من الأندلس، جيبوا لي واحد من عدن فاشل عادي.